ها والله حتى بقى فينا الحلوى بالرب. المغربي ديالنا اسامه كوبنهاغن على فراش الموت كيعاني من واحد المرض قبح بزاف، وحنايا خاصنا نوقفوا معاه حيت هو كان كيفوج علينا بزاف في الحجر الصحي، وحاليا كيعاني من مرض خبيث والبعض كيقول انه السحر ولا التوكال. من الفيديو حتى الاخر باش تعرف كلشي، وما تنساوش تدعيو مع ولد بلادنا بالشفاء العاجل. دعيو مع اخوتي من قلبكم. كاملين بينا عارفين ان ولدنا اسامه كوبنهاغن ولد الشعب وكان ساكن غير في الكريان، وكان الحلم ديالو هو يطلع عن الطليان، وكان ديما كيحاول حتى يطلع عن الطليان حيت هو انسان مجتهد وكيتقاتل للحلم ديالو، وبقى كيتقاتل حتى حقق الحلم ديالو، الشهره والفلوس وحب الناس والطليان. بصراحه كان كيفوج علينا بزاف خصوصا في الحجر الصحي، وحاليا كيعاني من واحد المرض قبح اللي ما كيعرفوا حتى شي واحد. كل مره كيمشي عند شي طبيب كيقول له ما عرفتي هذا المرض، قال لك خلق له شي حبوب في راسو وشي التهاب في الاذن حاد ما نعرف داكشي. المهم المرض اللي خلاه يطيح مره. في اخر الفيديوهات ديالو والله العظيم كيعاني بزاف. دعوا معاه اخوتي بالشفاء العاجل وان شاء الله يرجع كما كان، حيت هو انسان واعر بدا من الزيرو وكيتقاتل للحلم ديالو.